السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أساسيات بقى السحور كل سنة وانتم طيبين هو الزبادي. تعالوا النهاردة نعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة بس نتيجته هايلة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وننساش طبعا نشترك في القناة ونفعل الجرس ونضغط إعجاب. أول حاجة بجيب الحليب بتاعي وابتدي إن أنا أغليه كويس جدا، وبعد ما أغليه أسيبه يبرد، وبعدين اجيب بقى الخلاط واحطه في قلب الخلاط، احط الحليب كله في الخلاط. طبعا انا جايبه ده 2 لتر من الحليب، بس طبعا سبته يبرد. وبعدين هجيب علبه من الزبادي، احط علبه الزبادي عليهم في الخلاط بالشكل ده، وبعد كده هننزل عليهم بمعلقه من السكر، معلقه كبيره كده من السكر ومعلقه من الخل، بس كده. ونضرب بقى الكلام ده كله كويس جدا في الخلاط. بعد ما ضربناه كويس في الخلاط هنجيب بقى، عندي اي حاجة بقى عايزين تحطوا فيها، كوبايات بقى تحطوا في اي حاجة، فخار اللي انتوا عايزينه بقى. هنجيب بقى نصب الخليط ده في اهو بالشكل ده. بصوا بقى بالشكل ده اتضرب كويس جدا. نصب بقى الحليب بتاعي في الكاسات بتاعتي او في اي حاجة عايزين تحطوا فيها العلب الزبادي بتاعتكم، وبعدين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هسيبه بقى في، حطاه في قلب صينيه، وهجيب في قلب الصينيه دي هنحط فيها ميه تكون بتغلي. اهم حاجه في المرحله دي نجيب ميه مغليه ونحطها في قلب الصينيه بتاعتنا، وهنسيبه بقى. بعد ما حطيت الميه المغليه هنغطي الزبادي بتاعنا، هنغطيه بقى ونسيبه كده في الفرن بتاع البوتاجاز كده، في يعني في مكان مغلق كده، عشان طبعا يعني ايه الجو ساقع اصلا اليومين دولت، فعلشان يتعامل معاكم بسرعة. وبعد ما غطيته بقى وسبته كده، يعني نسيبه ليلة كاملة، يعني اعملوه من بالليل والصبح بقى يكون مسك معاكم، خلاص تماسك معاكم. انا سبته بقى كده من بالليل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بصوا بدأ بقى يتماسك معايا. هاخده بقى احطه في التلاجة. هو كده متماسك بس هتحس ان هو طري شوية. هحطه في التلاجة بقى ساعتين 3 لحد ما يبقى قوامه بقى اللي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى عامل وش كده وما شاء الله بقى، يعني طعمه خطير بجد. يلا جربوه بقى وان شاء الله هيعجبكم جدا. متنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.